طب تعالي هنا في العربية. تعالي هنا عشان نطلع معاكي. تعالي هنا ايوه قدام العربية عشان النهارده يومنا مع العربية كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصي عليهم طيب عشان يشوفوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش مصدقين الولد. ايوه كمل. السلام عليكم، يا اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من ايه؟ ايوه اتكلم يلا من ايه؟ من يوميات جودي بابا. يا اهلا وسهلا بكم، وفرصه سعيده جدا ان احنا نلتقي بكم تاني في حلقه جديده معانا، ويا رب ان شاء الله تكونوا بخير. ونبدا يعني بالصلاه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق اجمعين. ويا اللهم رب العالمين سترك ورحمتك يا رب وغفرانك ان شاء الله. واللهم انا اعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن كل ايه يا رب العالمين، من كل عين ومن كل شر. ان شاء الله ربنا يحفظكم جميعا وتكونوا بخير دايما النهارده في حلقة جديدة في قناة جودي وبابا. بابا النهارده ان شاء الله هنتكلم معاكم عن حاجه بنعاني منها كلنا بصراحه. وطبعا لما بنواجه بنحبها جدا، بنحب العربيه جدا بتاعتنا طبعا، بس لما بنواجه نهايه الرخصه بنبدا كلنا كده نشيل هم بالعربيه ونحاول نشوف ايه اللي فيها وعايزين نعمل وننظفوها جدا 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 وننظفوها جدا ونوضب عربيتنا اللي هي بتبقى فيها كل واخر حاجه يا اصدقاء هيبقى فيها الغسل الكلام ده. يعني انت هنجهز العربيه لحد ما نخلص بعد كده تجهيز ونعمل الصيانه اللازمه ليها ونجددها، عشان احنا ان شاء الله هنعمل ايه؟ هنرخص العربيه عشان الرخصه خلصت. عايزين نبدا نرخص العربيه ونشوف ايه اللي احنا دلوقتي فين يا بابا؟ احنا دلوقتي عند عم ابراهيم ورحنا هناك عشان هو احنا هناك بنعمل عمليه صيانه للعربيه الميكانيكا، وهو هنا بيراجع الوجهات وبيطمن على الوصلات. وده واحد من الشباب اللي هم شغالين مع عم ابراهيم في ورشه عم خلف يعتبر. بنحاول ان احنا نعمل الصيانه المبدئيه للميكانيكا بتاعت العربيه كلها ونشوف ايه اللي فيها. وهم هناك بيشوفوا العربيه من كل حاجه في الميكانيكا وفي الوجهات وفي الكهرباء، حاجات فنيه كتير كده هم بيعرفوها بيراجعها في العربيه، لان طبعا بيبقى في كشف على العربيه وفي كشف على الموتور وكشف على العادم في المرور في الجهات القانونيه. ولازم نرخص العربيه جدا طبعا جدا. لازم نطلع رخصه العربيه ويبقى معنا اوراقنا القانونيه سليمه ورخصتنا سليمه عشان العربيه تمشي في اي مكان او تتحرك. هنا عند عم خشبه بقى لما كنا بنشوف ايه هذا عم خشبه اهو كنا بنعمل ايه. الله يمساء الخير يا حاج خشبه، ده صراحه مسؤول عن العفشه وبيعمل الصيانه بتاعه العفشه في العربيه وبيراجع السوست والمساعدين والحاجات اللي هي ده الراجل اللي عنده صاحب عربيه بيتكلم بيقول ان احنا هنعمل لك كل حاجه في العربيه، مش هنسيب فيها حاجه خالص ان شاء الله، ناخدها من الاول للاخر ما نسيبش حاجه فيها ان شاء الله الا لما نخلصها ونوضبها لك. هنا بيراجعوا طبعا ماسك مساعد بتاع العربيه وبيبتدي يشتغل. اللايك والاشتراك يا ريت ان شاء الله تشتركوا معنا اصحابي وتفعلوا معنا زر اللايك وبرضه زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد مننا. لايكات نقولها تاني طبعا هو بيحط كيس. بص عليه قول له بطل يا جودي. بطل ايه الاحوال؟ ايوه لا القناه كده صح عشان هيجي معانا. طلعت انت اسمك ايه؟ محمد جابر. يا اهلا يا محمد. ماشي انا هنجيب حد. تعال. لا طلعت على طول. انا من القمر. هي كده كده انت اشتركت كده، اي فيديوهات انا انزلها تنزل عندك. الحلقه دي لما تنزل انت وريها لي نعملوا دعايه الخشب. الناس هتدفع فلوس. ايوه دي جودي اللي باسم القناه. سلم على عمك. يلا يا عم قول له نورت في القناه يا عم ان شاء الله. نورت في القناه ان شاء الله يا عم. وتعبينك في العربيه كل مره تفك. نسيب عمك خشبه دي. لا نسيبه. دلوقتي احنا بنعمل العربية اهي، واخيرا احنا هنجيبه ازازة الزيت. هتشغل ايه؟ اخيرا احنا هنجيبه ازازة الزيت عشان فرحانة قوي. ان شاء الله خير باذن الله تشتغل على طول بعدين. طبعا اخويا راح يشتري ازازة الزيت وبسرعتها وانا اهو العربيات وعربيتنا كل حاجة، بس احنا
والكلام ده يعني. كويس، تسلم. 2 كده. طب حلو، زدنا 2. انتوا كده كلكم عاملين ايميلات على القنوات. طب كويس. اصل اغلب الناس نيجي نقول له اعمل اشتراك، يعمل اشتراك، يلاقي نفسه لسه عايز يعمل ايميل وعايز يسجل وما مسجلش. على طول هينزل لك اول ما ينزل الفيديو. خلاص ماشي، مجرد ما نروح هقبل على طول. صح، ونسينا نقول لكم استنى، ايوه خلي بالك من العربيات. طبعا نسينا نقول لكم ما تنسوش الاشتراك واللايك طبعا معانا، وكل حاجة ما تنسوهاش عشان اشتركوا معنا في القناة، اعملوا لنا لايك واشتراك. لايكات لايكات. تسلم يا بابا. شايفين العربيات وشايفين العربيات دي عايزة تتطلع، وطبعا في عربيات عليها القطط والكلام ده. شايفين العربية عليها قطط. ايوه رجلين قطة. تعال، رجلين قطة مشيت عليها. تعال ماشي. وهو بنعمل العربية، هو احنا جبنا حاجات للعربية. هنا ده زيت الباور. مش زيت الباور، ده زيت الفرامل، زيت باكي. لسه احمد هو اللي هيجيب زيت الباور. دي مية عشان نزود الرادياتير. هو عمك ابراهيم صلحه النهارده ان شاء الله باذن الله. كل حاجة بس حسب الله بالنسبة لي هي ماشية على طول. احنا طبعا اهو عندنا تعالي انت شغلك رجلين القطط ليه؟ تعالي. كلها تراب. ماشي عمو. عرفت، ماشي عم خشبي. سلام. طبعا انا اهو العربيات اهي والورود اهي. يعني النهارده احنا برضه هنصلح العربية ونروح الملاهي ان شاء الله، نشوفوا الملاهي عاملة ازاي. يدخل فينا يعني. ازاي؟ ايه الرعب اللي انت هتعملوه لنا ده؟ خلاص نترعب واحنا. وطبعا هو مستك، وكان في مستك كان بيعدي دلوقتي، كان راكب فيه عمو خشبة. يا ابو خشبة. عمو خشبة. عمو خشبة. بس اول مرة اشوف الاسم ده. طيب الحمد لله. بس انت قبل كده قلت لي عايز اروح له. حاصل. كل شوية افكر بابا بيه عشان يضحك وبتاع كده. الكلمة تضحك والاسم يضحك. وطبعا اهو العربية هنعمل ستوب. يلا نقول لهم سلام لحد ما نلتقي بكم. صور حق سعودي. تعال سعودي. تيجي عادي؟ طيب النبي الله يخليك تسلم. لا انت تزيدنا شرف ونور. اسمي القناة عشان اخش عليها. يوميات جودي وبابا. هديها لك دلوقتي. يلا يا عم دعاية وعدم ببلاش. استاذنك يا باشمهندس عشان هنصور. هنجيب سعودي معانا، ما هو فيش.
بنرجع ليكم وبنبدأ معانا يا أصحاب الرحلة بتاعت إيه عملية الصيانة. وهنا إحنا طبعا وهنا عند مركز البويات الحسن والحسين للبويات، ناس محترمين جدا وناس الله يبارك لهم يا رب، يعني عزونا واستقبلونا وهم ليهم خبرة في عملية الدمج والبويات. عندهم مركز بويات بالكمبيوتر، عندهم مركز كمبيوتر وعندهم فرن عشان خاطر الصبغ بتاع العربية. صراحة أهلا وسهلا يا عم، راجل محترم جدا، والراجل رحب بينا واستقبلنا، وهو كان بيعمل عملية التدريبة بتاعة العربية والألوان وكده. وهنا بيجهزوا معانا عم محمد جوه اللي هو ماسك لابس تيشيرت، ايوه اللي هو لابس ابيض. عم محمد هو اللي هيعمل عمليه الرش للعربيه، واللي هو هيمعجن العربيه ويصنفرها ويوضبها، ودول اصحاب المركز الله يبارك لهم يا رب. طبعا انا عايز اقول يعني لكل اصحابه وكل اعزائي المشاهدين في خلفيه بسيطه وفي اختصار برضو احنا ايه اللي بنعمله. احنا اولا بنراجع الميكانيكا بتاعه العربيه، بنطمن عليها زي ما رحنا عند عم ابراهيم، وبنروح نراجع العفشه عند عم خشبه، بنسوسة المساعدين وايه اللي بيحتاجوا فيها. بنرجع بعد كده نتوكل على الله، بنروح لعم محمد عشان خاطر فيه طبعا سمكري قبل كده اللي هو مثلا ممكن اي حد من اصحابنا بيراجع السيارة لو في حاجه مكسوره او حاجه مبطونه بيصلحها، بعد ما يصلحها السمكري ويوضبها، ولو في باب فاصل او اكره او كده بيظبطها. بنروح على عم محمد. مين الولاد اللي تختوها؟ دول ولادهم هناك ومعاهم في المركز. بنروح بعد كده عند عم محمد بيرش البويه، بيراجع العربيه بيصنفرها ويديها عمليه الرش عشان تاخد اللون النظيف. بعد كده بيقلب اللون الاسود اللي هو هيترش على الاكسدامات بلاك يعني اسود. ماشي حبيبي. بنطلع بعد كده بعد ما نخلص عمليه الاكسدامات نخلص عمليه الرش على الغسيل، ومن الغسيل اذا كان في حاجه بعد كده جاهزه الصبح بنتوكل على الله على مين؟ على المرور. انا كان نفسي اعرض لحضراتكم طبعا النماذج، لكن يكون معاك الرخص والورق. هنقول ايه اللي هنجهزه في الورق بعد ما بيخلص العمليه بتاعت الصيانه. احنا بنشرحها، هم بيجهزوا هنا تضريبه الالوان. اثناء ما هم بيجهزوا الالوان هقول لكم احنا قبل ما نروح المرور بنستخرج شهاده المخالفات بتاعت العربيه. طبعا بيبقى معايا سماح في الرخصه شهر، الرخصه في ايدي وبطلع شهاده المخالفات وايت يعني وايت سوادي. بنروح بعد كده نطلع شهاده المخالفات من المرور. في اللحظه دي ممكن بتطلع شهاده المخالفات من نيابه المرور او تطلع من البريد العمومي. حاليا بالكمبيوتر بتطلع شهاده المخالفات، بسدد المخالفات لو في على العربيه، او لو ما فيش بسدد يدوني حاجه اسمها براءه ذمه. باخد النموذج والشهاده دي بنحطه مع الرخصه. بنطلع بعد كده على المرور، نتوكل على الله في الصبح بدري، نروح ان شاء الله في حدود الساعه 8 كده نكون هناك او الساعه 7. بيبقى يوم كده بنستعين بالله فيه ونتوكل على الله. وهناك الحمد لله الخدمات متاحه وبقت اغلبها الكترونيه وباغلبها سداد الكتروني. طبعا لا ننسى ان الفيزا بتاعتي يكون فيها من 3000 ل 4000 جنيه حسب ايه نظام عربيتك والموديل والسي. انا عربيتي دي كانت 2000 سي، عشان ترخص 3 سنين ممكن تحتاج مصاريف في حدود 4000 او 4000 ونص. فالفيزا بتاعتي لازم يكون فيها، انا معي فيزا البنك الاهلي برضه بيبقى فيها حوالي 4000 جنيه لان الخدمات كلها بالفيزا. بنوصل المرور هناك ان شاء الله باذن الله. من اول ما بنوصل بنطلع على قسم الملاكي، معانا في ايدنا طبعا زي ما قلت الفيزا بتاعتي موجوده، ومعايا فلوس سيوله برضو احتياطي، لان في حاجات بتدفع فلوس وحاجات بتتورد بالفيزا. بنطلع بعد كده وان شاء الله بنتوكل على الله، ومعانا شهاده المخالفات ومعانا الرخصه، وبيبقى معايا مثلا صلاحيه شهر، لسه معايا شهر الحمد لله. بنتوكل على الله. اقعد يا جودي، الترابيز هتوقعني. ماشي يا لهوي. اقعد يلا. هنتوكل على الله. بعد كده طبعا نروح على القسم بتاع الملاكي، بنقدم له الرخصه والورق. فالموظف اللي هناك المسؤول مدني الله يبارك له بيروح يسحب لنا على طول الاورنيك بتاع الفحص بتاع العربيه. اورنيك الفحص بيتدبس طبعا، بيقول لي اشتري نموذج جديد، بروح اشتري اورنيك فحص جديد باخده، وهو لو طلب اي ورق واي نماذج تاني بجيبها. وبطلع بعد كده على حاجه اسمها ايه المسؤول عن مطابقه البصمه، بيراجع الاورنيك القديم مع الاورنيك الجديد ويروح يطابق بصمه بتاعت العربيه من على الموتور ومن على جسم العربيه. صح يا جودي؟ صح. تمام. بيطلع بعد كده باخد الورقات دول والنموذج بعد ما طبقت البصمه، وبعد ما رجعت اوراقي بروح على الشباك اللي هو خاص بالامن والسلام. الشباك دوت طبعا بيراجع الطفايه وبيطلب مني اللي هي الادوات بتاعه الامن، وبيديني كده مستند او نموذج او اي توريد بعمله، بيديني ايصال بيه وبالذات انه توريد ومكنه. تمام. وفي اللحظه دي يدينا شنطه خدمات فيها شنطه اسعافات اوليه وفيها مثلث عاكس عشان خاطر الحوادث، او لو حصل عطل في الطريق يعكس على السير احطه على جنب العربيه. بيدينا مجموعه وسائل امان واستيكرات، وفيها مجموعه كبيره جدا هتشوفوها لما ترخصوا. ودي على فكره طلبوا مني توريد يدوي، ورحت لهم الفلوس وادوني ايصال يدوي، ما كانش مكن. تمام. انما الطفايه والحاجات الثانيه كان توريدهم بمكن.
خدوا من المكنه، خدوا الفيزا ووردوا بالمكنه. خدت الاوراق والاصرارات دي واتدبست، وطلبوا مني ان انا اطلع على مين؟ اطلع بعد كده على مكتب تاني. المكتب ده جنبي هو خاص بلجنه الفحص الفني. استلموا الاوراق، طبعا في هناك راجل محترم جدا موظف مدني الله يبارك له، بيسلمهم في مهندس مدني واقف ويقول لي الاوراق دي بتاخدها وتطلع بعربيتك تدخل فين؟ في الصف الطابور بتاع العربيات. وقفت عربيتي في صف الطابور بتاع العربيات، الله يبارك له الضابط المختص والمسؤول المختص بيراجع العربيه، وفي مهندس فني بيراجع العربيه، برفع الكبوت بيبص فيه. ايوه يا جودي. ايوه الذكاء لازم ما تقبوا معاكم الأوراق؟ لازم يبقى معاكم الرخص والأوراق جدا جدا، عشان ممكن أي حد هو فعلا ضابط المختص أشر على الأوراق بعد ما راجعها. المهندس الفني كتب كل الموقف بتاع البوية وموقف العربية، وكتب في نموذج البيانات دوت اللي هو يعتبر أورنيك الفحص ده بيسموه، كتبوا بياناتهم ووقعوا وختموا الضابط. طلعت بعد كده طبعا. وعايز أقول لكم حاجة تانية. قبليها كان في فحص العادم، في قسم مختص كده قبل ما تخش العربية على اللجنة الفنية بيفحص العادم بتاع العربية، بيحط جهاز كده من ورا في الشكمان بيفحص مؤاخذة العادم. وبيطلع بعد فحص العادم بيديني ايصال ويتدبس ويختمه بختمه. دخلت على اللجنه الفنيه اللي هو المهندس الفني المختص وعلى ضابط الشرطه، استقبلونا بطريقه كويسه الحمد لله، وما شاء الله خلصوا لنا اوراقنا ووقعوا لي وقالوا الاوراق دي في مختص بيطلع فيها بياخدها من مختص على فوق على قسم الملاكي. الحمد لله طلعنا على قسم الملاكي، طلبوا مني ادوني نموذج اروح اورد في الخزينه. رحت الخزينه ده وردت بالمكنه تقريبا، يمكن كان المبلغ يعني ايه في حدود ال3 سنين. انا هرخص 3 سنين ملاكي، خدوا مني المبلغ وخصم من الفيزا الحمد لله. برضه طلعت له تاني وخدت له ايصال السداد والايصالات اللي اعطوهاني من نموذجين وورقه كده معاهم. خدت النموذج والايصالات والورق متدبسين، الراجل بيرتبهم فوق بعض ويدبسهم محترم ومشكور مسؤول الخزينه. بطلع بعد كده على شباك الملاكي، راجع الاوراق وضم الاوراق وستفها وجاب ملف العربيه، بدا يراجعوا الموظف بقى. ودخلت على مراجع تاني موظف مدني مشكور الراجل، راجع الملف بالكامل والاوراق ودخلهم على موظف تاني جنبي. انا بتحرك مع كل شباك يسالني، خد البطاقه طابق بها بياناتي واسمي، راجع البطاقه الشخصيه مع الرخصه مع الاوراق ودبس الرخصه القديمه وقال لحضرتك هنعمل نموذج خاص بمين. ده كان اخر حاجه الموظف. هنا عم محمد بيعمل عمليه الغسيل للحاجات اللي هي هتتمعجن عشان يصنفرها، ولا كان صنفر عشان يمعجن ويبتدي ايه موضوع الرش ويجدد اللون. تمام. هنا بيعمل صنفره للحته اللي هي مسطوطه او مخبوطه الحته الصغيره عشان هيعمل لها معجون زي ما انتم شايفين في معجون هنا يمكن لو لاحظينه. بيبتدي عم محمد يوضب العربيه. هنا ده ايه كده احنا نعتبر بعد ما عملنا عمليه عشان ما انتهوش، بعد ما عملنا عمليه الالوان جبنا الالوان وتركيبه الالوان والحاجات وجينا على عم محمد. هنا عندي ورشه صغيره الله يبارك له الراجل، يعني بيكافح وبيحاول انه يعمل حاجه وبيقوم بعمليه الصيانه ليه عشان يدينا اللون بتاع العربيه ويجدد الوانها. تقريبا ورشه كبيره بس ارجع ماشي. نرجع بعد كده للمرور. البيانات اتكتبت في الاستماره بتاعت الكمبيوتر، وبعد اداني بطاقتي مشكور يشكر برضو الموظف. وبعد ما اداني راجع الاستماره وقال لي حضرتك تنزل تحت في الاستراحه تنتظر الرخصه. نزلنا الاستراحه مجهزه بصراحه بطريقه كويسه جدا في المرور، وفيها تندة وفيها شاشه، وكان موضوع مسلي وكمان كان موضوع جميل. قعدنا نشاهد التلفزيون ونتسلى لحد ما جه الامين المسؤول يشكر الراجل، نده الاسماء، استلمنا الرخصه وكان جايب معاه الستيكر هيتلزق على ازاز العربيه. فين العربيه؟ قلنا له بره. قال هات العربيه. طلع الراجل معانا العربيات واقفين ورا بعض. بالليل ولا ايه؟ هنا دخلنا بالليل هو بيشتغل عم محمد، لزق الامين بايده الستيكر وادانا الرخصه وقال الف مبروك، وخدت عربيتي مترخصه 3 سنين وتوكلت على الله وبارك الله فيهم مشكورين، ويا رب يحفظهم من كل سوء يحميهم يا رب ويكرمهم خير. وعايزه اقول لكم حاجه. هنا عم محمد بيلزق الجرايد عشان يغطي الاماكن اللي هي مش هتترش كده. هو هيرش الشنطه ابيض. هنا هو الراجل يعني بيقوم بعمليه ينفع حاجه لازم. اتفضلي. يا الذكاء بيحب يوميات جدي بابا يعمل لايك ولا مش بيحبهم؟ انا بغطي الفوانيس يعمل لا 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 يعمل لايك. كل اللي بيحبنا وبيحب جودي وبيحب يوميات جودي وبابا يعمل اشتراك ويعمل لايك ويفعل زر الجرس على جنب كده علشان يقدر توصل له بنجيب حلقات كتير، ويا ريت لايكات كتير على قد ما نقدر علشان خاطر يقدر ينتشر الفيديو وتستفيد الناس. طبعا احنا حكينا كده كل اللي بيتم في الناحيه الورقيه. هنا عم محمد بيرش العتب من تحت لان العتب بياخد لون كده اسود عشان يبقى برضه في شكل جمال للعربي بلاك، بس احنا بنقول اسود لان احنا عرب نتكلم عربي. هنا بيرشوا اسود وبيبتدي عشان خاطر برضه لو في طينه او كده الحليه كده من تحت جايه برضك مع بزيم العجل والعربيه. رشوا اسود. تمام. يشكر عم محمد ومشكور الراجل.
ده تعب جدا. تمام الحمد لله. كده هم بيكملوا. معلش هو قول لي الصبح بالليل ولا ايه بالظبط؟ لا بص، هو احنا اصل العربيه ما خلصتش في يوم. يعني انا عايز اقول لاعزائي المشاهدين والاصدقائنا على القناه، عايزين نقول لهم ايه، العربيه والشغل اللي بيتم قدامهم في الفيديو ده يا جودي بيتعمل في ممكن 3-4 ايام وممكن اسبوع، لان هو بيمعجن وبيمشي. قعدنا شغالين لحد بالليل ومشينا ورجعنا تاني بالنهار، والعربيه برضو بيتت عنده في مره عشان تنشف المعجون. فهي لما بيجي الليل يبقى احنا قعدنا لليل ومشينا، تاني يوم بالنهار اهو بيكمل. فدي العمليه دي بالذات عمليه البويه ممكن تتم في يومين او 3 كمان. فهو ده السبب احنا ما خدناش فيها يوم. ما احنا مش عملنا يعني شفت احنا عملنا كذا حاجه فيها. خلصنا الميكانيكا في يوم، خلصنا الميكانيكا في يوم، خلصنا العفشه في يوم، خلصنا بعد كده المعجون والسمكره قصدي في يوم، بعدين المعجون سمكرنا ومعجننا في يوم واحد. خلص سمكرنا عم يوم محمود ورجعنا على ايه المعجون اتعمل. بس الصراحه يا اصدقاء ما لقيت العربيه حلوه قوي كده. بيرش الطارات بتاعت العجله عشان اديناها لون اسود بحيث ان هي تدي ديكور مع العربيه. تمام. دلوقتي هو بيرش هيرش الشنطه كده. هو غطى بجرايد بيغطي بيهم طريقه زي ما انتم شايفين عشان ما تبقاش برضو الحتت اللي فيها معجون صغير دي هي اللي صنفرها وهي اللي معجنها وهي اللي هتترش كده. هيرش الشنطه كلها عشان تبقى لون واحد. طبعا هو بيعمل لون العربيه في مركز الكمبيوتر بنفس اللون اللي على صاج العربيه، ولذلك العربيه بعد ما بتتغسل بتلاقيها لون واحد. ما جه بابا يا اصدقاء بسم الله ما شاء الله لقيت العربيه حلوه قوي. الله يبارك لك يا رب. الحمد لله حبيبي، ان شاء الله يكون خير. الحمد لله يعني، والحمد لله برضو طلعت العربية وكانت بطريقة كويسة وحلوة ونحمد الله ونشكر فضله. هنا طبعا احنا وصلنا بالليل اهو احنا وشغالين. يعني كده المفروض ان احنا هناخد الجزء ده وهنمشي وهنرجع نكمل تاني يوم، لان هنا هو طبعا كان هيبتدي هو يشتغل هنا يعمل معانا. واو. العربية كده اتوضبت الحمد لله، بس لسه بيوضب بالعفش. تمام. العفش من جوه هو ده التنجيد ده اصلا. بس هو احنا هنا تركيزنا دلوقتي مع محمد بيعمل البوهية. بيكمل بيها الشغل بتاعه. ده عم محمد. استنى لما العربية نشفت اهو اطمن عليها ان هي ناشفة وان هي كويسة وكده. وهو عامل كده صح؟ بيعمل لها يعني عملية ترويج، بيخليها ناعمة خالص، بيتأكد بيده ان العربية نعمت يعني. بيعمل كده ويبص كده. بيتأكد ان العربية نعمت والحمد لله تمام. بس لسه فيه يعني في اصل ده معجون هو عامله للعربية لسه بينشف ده. انا واخواتي ومامتي والكلام ده. الحمد لله العربية كانت كويسة والحمد لله قضينا بيها يعني عملية ترخيص. احنا صبحين نروح المرور، فاحنا بالليل كده رحنا غسلنا العربية غسلة كويسة في المغسلة بتاعت العربيات. اللون شايفينه بقى واحد بعد ما ترشت الشنطة. وطبعا الكلام ده خدنا يوم في البلد وده هي ترشت وجديدة تعتبر الحمد لله. جميلة جدا 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 تمام جدا. الحمد لله. بس بتاعت الرشاشة لا كويس كده. هم هيغسلوا العربية ويوضبوها. هينضفوا العربية الأول من كل حاجة. الناس ممكن تطلع من بره. وبيبتدي بعد ما ينضفها وينزلوا منها التراب والحاجات بيفضي الشنطة والحاجات اللي جوه الشنطة كلها. دلوقتي تمام. والحمد لله يعني الحمد لله الجماعة عملوا مجهود جبار معانا وغسلوا العربية وتوضبت وكنا مبسوطين جدا، بحيث ان احنا الحمد لله كده خلصنا غسيل كده. بعد ما خلصنا ترخيص وخدنا الرخصة رحنا لعم خالد. عم خالد الفنان ده راجل جميل جدا وبسيط، بيضيف اللمحات الحلوة في العربية لو في اكسسوارات ناقصة في الأوكر. خالد بصراحة الله يبارك له يعني، الله يبارك له يا رب أبو سيف. بيبتدي يشوف الحاجات اللي هي الحاجات الفنية دي، بيعمل عملية تنظيف ليها ويضيف إذا كان مثلا في حليات أو في اسم يوضحه أو في مثلا موديل العربية. هنا في البلد. هنا هو عم خالد في البلد عندنا. طبعا بيضيف اللمسات بتاعته اللي هي بعد العربيه كده بعد الترخيص. يا جماعه احنا رحنا لخالد عشان يظبط بقيه الاكسسوارات، رخصنا والحمد لله كان رخصه معايا كمان. بنت اخوه هنا في المحل، بنت اخوه عمها يبقى عم خالد. طبعا هنا الحمد لله خالد قام بواجب كبير مشكور يعني، الله يبارك له خالد. وفعلا فنان في ادائه وفي لمساته البسيطه اللي خلاها يعني تظهر العربيه بشكل جمالي. الحمد لله اهتم بكل حاجه ويشكر الراجل، عمل فينش جميل ليها وادانا اداء عالي جدا في العربيه. طبعا بنشكر حضراتكم وان شاء الله باذن الله يكون يا رب استفدتوا من التجربه اللي احنا مرينا بيها، وان شاء الله باذن الله يعني نشوفكم دايما على خير يا رب. ويعني اتمنى يعني اعزائي المشاهدين احنا نلتقي دايما في الخير.
حاولنا نقدم لكم تجربتنا البسيطة من خلال زيارتنا لأكثر من مكان، من ميكانيكي أو من عفشة أو من سمكرة أو من دوكو، علشان نقدر نجهز العربية بالصورة النهائية وفي الآخر الفينش، وكذلك إنهاء الإجراءات في المرور. الحمد لله رحنا في إدارة المرور وخلصنا واستلمنا رخصتنا وكنا موفقين بحمد الله ونشكر فضله. أتمنى إن التجربة دي تخلي كل واحد يحاول يهتم بعربيته ويعمل الجولة دي، على الأقل بيعمل يفنش ويطمن على العربية قبل ما يروح ويكون جاهز بإذن الله. الله المستعان وربنا يوفقه يا رب. متشكرين جدا لكل المجموعة اللي شاركت معانا والناس اللي تعبت فينا، ويعني يا رب يا رب نلتقي بكم دايما على خير، ومع السلامة ومع السلامة مع السلامة، وألف سلامة ليكم، ومتشكرين جدا.